مطبخ الأكلات الجزائرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ كيف حوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير. كما راكم تلاحظوا عاود جيتكم بوصفة جديدة. اليوم غادي نشوفوا مع بعض طبق. اليوم غادي نحضروا تاع مالح. اذا غادي نشوفوا كيفاش نحضروا صينيه تاع الدجاج والبطاطا في الفرن. يعني هي وصفه جد سهله وبسرعه يعني ديريها. وهذه وصفه ثاني قديمه حنايا نديروها يعني في الجزائر، كانوا امهاتنا يديروها وكل شيء، وتجي بنينه. اهم شيء انها تجي بنينه. اذا غادي نحتاجوا كما راكم تلاحظوا الدجاج كل واحد وشحال يحب يحط على حسب افراد العائله. نحتاجوا الكميه تاع البطاطا اللي نغسلوها ونقطعوها الى دوائر كما راكم تشوفوا هكا مغليظه مرقيقه، يعني نص نص. ونحتاجوا شويه زيت زيتون، الملح، نحتاجوا المعدنوس، نحتاجوا المفروض واحد 4 حتى 5 فص ثوم. راكم تشوفوا انا عنديهم كبار بزاف، على بهارهم عندي 2 كبار وواحد صغير. وبالنسبه للبهارات نحتاجوا فلفل اسود، نحتاجوا فلفله حمراء اللي تكون شويه حاره، يعني ما حاره ما بارده. نحتاجوا شويه كركم، وهنايا هذه شويه قزبر يعني يتبع كما هكا، والا تستغنوا عنه ما كان حتى مشكل. اذا نروحوا دروك تابعوني في الطريقه تاع التحضير. اذا كما قلت لكم غادي نبداو نوجدوا باش نديروا الدجاج تاعنا. غادي نحطوا هنايا البهارات باش نوجدوا التتبيله تاعنا. اذا نوخر الدجاج باش تنجموا تتابعوني كما هكا بهذه الطريقه. حطيت نص ملعقه، نحط نفس الشيء ثاني نص ملعقه تاع كركم، ونحطوا ثاني هنايا راكم تشوفوا لاني انا حطيت كتر. ونحطوا هذا اللي قلت لكم عندي القزبر هنايا. نزيدوا نحطوا المعدنوس، وغادي نزيد نحط الثوم وشويه تاع زيت زيتون. كما راكم تلاحظوا كميه تاع زيت زيتون. اللي هي يفضل يستعمل الزيت النباتيه يقدر يستعمل الزيت النباتيه، هذا كل واحد والذوق تاعه. غادي ندير نفس الشيء للبطاطا، يعني كما راكم تشوفوا فيا راني نتبل هذه التتبيله هنا كما راكم تلاحظوا تاع الدجاج، باش غادي ندير فيها الدجاج دروك. وغادي ندير نفس الشيء للبطاطا. كما راكم تلاحظوا دروك تابعوني كيفاش غادي نتبل الدجاج ونتبل البطاطا ونحطوهم في الصينيه تاعنا. كما لاحظتوا انايا تبلت بالنص لانه عندي كميه شويه كبيره. راكم تشوفوا يعني التتبيله اللي تبلت فيها الدجاج تاعي، رميت فيها البطاطا ثاني وتبلتها. برك بالنسبه للبطاطا نزيدوا شويه ملح، يعني الكميه تاع الملح شوفوها انها تكون مليحه. هنا في هذا وين بقى عندي هنايا راكم تشوفوا شويه، غادي نضيف شويه قليل تاع الماء. مانيش عارفه لا الصوره راهي واضحه عندكم. كما راكم تلاحظوا هنايا نضيف واحد الكميه هكا تاع الماء اللي غادي نحطوها هنايا لتحت باش تنجم طيب لنا فيها البطاطا. اذا انا دوك نكمل هذه الكميه اللي عندي ونحطها كاع في الصينيه. غير حبيت نوري لكم يعني كما هكا كما راكم تلاحظوا هنا. ونحلوا كاع البطاطا نتاعنا ونحطوا الدجاج بهذه الطريقه، يعني تجي البطاطا لتحت والدجاج الفوق. وندخلوا لهذه الوصفه نتاعنا للفرن، نخلوها لمده 40 حتى 50 دقيقه، نخلوها تطيب على حواها حتى اللي تشوفوا البطاطا عندكم كاع تشوفوها باللي طابت مليح. هنا في هذا الوقت نخرجوا الصحن تاعنا، واكيد من بعد نوريه لكم في صحن التقليد. كما راكم تلاحظوا اعزائي المشاهدين، هذا الطبق تاعنا بعد ما خرجناه من الفرن، بعد ما طاب قعد قلت لكم تقريبا 40 حتى لساعه، يعني تقريبا ساعه في الفرن. اذا بعد ما تشوفوا البطاطا تحسوا بها طابت هنا في هذا الوقت تخلوها عريانه وتخلوها حتى تدي هكا كما راكم تلاحظوا اللون الذهبي. هي هذه الوصفه هذه تجي ناشفه كما راكم تلاحظوا وتجي بنينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها. عندي غير ملاحظه صغيره عفوا بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الثوم، يقدروا يستغنوا عنه في هذه الوصفه، لاني يعني تنجمي ديريها كما انا اليوم درت نص بالثوم ونص بلا ثوم. كاين اللي ما يحبش الذوق تاع الثوم ثاني تجي بنينه نفس الشيء، يعني في زوج يجوا بنان كل واحد والذوق تاعه هنايا. اذا هذا هو اللي حبيت نشارككم اليوم هذه الوصفه. كما قلت لكم راني عامله من قبل وصفه تاع البطاطا بالدجاج في الفرن بغير طريقه، وهذه طريقه ثانيه ممكن تجربوها ثاني وتعجبكم. بما اني شفتكم تحبوا هذه الوصفات تاع الفرن اللي تجي شويه ناشفه، هذه هي اليوم. جربوها وردوا عليا الخبر لا عجبتكم ولا. المهم واش نقول لكم، ما تنسوش ثاني دعم القناه بنشر فيديوهاتي على صفحاتكم تاع الفيسبوك،
ونقول لكم بألف صحة وعافية وليلة سعيدة للجميع.